يحصل أن الإنسان يشعر بثقل أحيانا بالصلاة، بقراءة القرآن، بذكر الله عز وجل، بالدعاء، يشعر كذا في وحشة بينه وبين الأعمال الصالحة. البعض ينزل عليه الفتور وينام ويبغى كذا معجزة تنزل من السماء فتصلح قلبه من غير ما يسوي شيء. فكر في عمل صالح تسويه مباشرة، صلي ركعتين، اجلس على سجادك واستغفر الله عز وجل، اقرأ جزئين من القرآن، ادعو الله عز وجل، اتصدق، سوي أي عمل صالح، ابدأ والله يأخذ بيدك، اعمل عشان الله عز وجل يرفع عنك البلاء. في الحديث القدسي الله عز وجل يقول: يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك. وفي لفظ آخر: ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. تأمل الألفاظ كلها البداية من عندك أنت، خلاص خليها قاعدة عندك حتحتاجها قدام كثير. ما عاد يحتاج أنك أنت تسمع المقطع مرة ثانية إذا نزل عليك الفتور. إذا نزل عليك الفتور مباشرة تفكر بالعمل ولا تتأخر، لأنه تأخرك حيتسبب في قسوة قلبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي من قناة عيشي حياتك مع أم علياء. معادنا النهاردة مع يومي في رمضان من الفجر لغاية آخر اليوم، تفصيلا مع قصر الفيديو هقولك اليوم بالظبط، وأهم كام ساعة هيعوضوكي عن مسؤوليات البيت الكتير اللي بتاخد وقتنا، ازاي نختلي بنفسنا للعبادة في الشهر ده. 3 أوقات مهمين أو وقتين مهمين قوي قوي، احرصي عليهم إن شاء الله بإذن الله هيسروا معاكي الموضوع. وهقولك كمان في الفيديو لو انت العبادة صعب عليكي، وكمان النصيحة اللي خدتها في المقدمة في أول الفيديو أتمنى تعملي بيها. وكمان عشان تنجزي بسرعة وقلبك يصحى وخلاص عايزة تلحقي رمضان ومش حاسة بالعبادة ومش حاسة بخشوع، هنعمل ايه؟ ما تنسيش تدعميني بلايك، جزاكم الله خيرا. ودعميني كده حبايبي علشان استمر في الفيديوهات في شهر رمضان، مش قادرة انزل فيديوهات يوميا وهو ده اللي بيدعم القناة. حاولوا بقى يعني تعوضوني بلايك او شير للفيديو علشان يعوض نقص نزول الفيديوهات. سامحوني، انتم امهات زيي ومسؤوليات عن البيت، وعارفين يعني ايه مسؤوليه في شهر رمضان ما بين البيت والشغل والعباده. فسامحونا لو بنقصر في الرد على التعليقات او لو بنقصر في نزول الفيديوهات. بحبكم جدا جدا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبته لنا، والرضا على ما قسمته لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا ويسر لنا الهدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم مقلب القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. حبايب قلبي، بدأت يومي بالوقت اللي هو أهم وقت في يومي بعد صلاة الفجر. الولد دخلوا ناموا، الدنيا هادية زي ما انتوا شايفين في أول الفيديو. أظن ملكيش حجة غير إنك تتصلي وتمسكي المصحف تقرأي أكبر كمية من الورد القرآني المطلوب منك في اليوم في الوقت ده. قعدتي مفيش مسؤوليات، كل اللي فيها إن احنا هندخل ننام ونستريح شوية لغاية ما نبدأ، اللي يريح شغله هيروح شغله، واللي هينام شوية كمان يمكن لغاية قبل الظهر بشوية. افضلي قاعدة في الوقت ده اقرأي قرآن. أنا عندي دورة غسيل قلت أحطها بعد لما خلصت ورد القرآن. وبعدين كمان تقدري تقولي أذكار الصباح في الوقت ده، تقدري تقرأي أي حاجة عايزة تقرأيها، أذكار. كل الوقت ده تقدري تعملي فيه كل الحاجات المهمة من ناحية العبادة لغاية لما الشمس تطلع، وتصلي كمان صلاة الضحى، وممكن تدخلي تنامي كمان. ده على أساس إنك كمان ممكن تبقي نايمة أول الليل ساعتين 3 ساعات مظبطة نومك. فأنا من النوع اللي أنا المهم حبايبي ده كده أول وقت معايا. عايزة أوريكم بقى لازم عشان يبقى الروتين صادق ما بين البيت والعبادة. أنا عملت إيه؟ مطبخي بعد السحور على طول ما كانش في غير شوية أطباق صغيرة، عشان انتوا اللي تابع روتيني في الفطار اللي فات امتى إن أنا بقى بغسل المواعين قبل السحور، اللي هي مواعين الفطار كانت زي الفل. مواعين السحور البسيطة شوية فول شوية جبنة شوية بطاطس مسلوقة، ما كانش أطباق كتيرة. خلصت الأطباق وكوبايتين الشاي اللي شربنا فيهم الشاي وزي الفل، المطبخ بيته زي الفل. نمنا صحينا على ما شاء الله الله يبارك لها نشرت لي الغسيل. البنات عندنا ما بيروحوش مدارس اليومين دول، غايبين يعني بقى مريحين بقى في رمضان، والغياب عندنا بيبقى مش قوي في اليومين دول بيتاخد يعني. رحت بقى كده يا بنات صحينا، كان عندنا شغل البيت عايز تتعمل البيت، يعني كان عايز يتروق، السجادة تتشفط. عائشة ساعدتني، ولو عائشة برضو مشغولة في درسها في أي حاجة ممكن أنا أعمل الحاجات دي. المفرش ده كان منشور، كان مغسول من الفطار بتاع امبارح، كان عليه دهون وكده فغسلته، فجه دلوقتي من على المنشر. فقلنا بقى ألمعه كمان كده تلميعة بشوية معطر وياخد ريحة حلوة، وكمان نكمل تشفيط البيت وأكمل معاكم السر اللي هيخليكي مش قادرة تعبدي ربنا في رمضان كويس وحاسة قلبك لسه ميت ودخلنا في اليوم الخامس ومش قادرة وملكيش نفس ومش قادرة.
الحقي نفسك بسرعة بذكر الله، كثفي، عايزة بقى تكثيف كبير قوي، صلاة على النبي، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، استغفار، كل أنواع الأذكار أكثري منها ما استطعتي. هقولك زي إيه، ولما الصورة تيجي في ذهنك كده وتستحضريها هيوصلك حبيبة قلبي المعنى اللي أنا عايزة أقوله. بنيجي قبل الولادة الدكتور يقول لك لا ده نسبة الهيموجلوبين نازلة قوي ولازم تولدي، ونسبة الهيموجلوبين مثلا ما تقلش عن 11 أو 10، صح ولا لا؟ بيحصل عندنا في الشهر الثامن والتاسع خلاص المفروض نولد والهيموجلوبين وصل 9 وحاجات والدنيا بايظة، فالدكتور يقول لك لا لا ده انت مش هينفع لك الأقراص دلوقتي، لأن الأقراص لما تجيب نتيجة عايزة شهر ولا حاجة عشان تبدأ تسمع والهيموجلوبين يتظبط، ده انت عايزة حاجة سريعة بسرعة عشان الولادة. فيروح مديكي حقن الحديد اللي هي الفروساك، ولا الحقن اللي بتكون بتتحط في محلول دي، ويقول لك كمان لو كمان ما جابتش نتيجه هنرفع لك كيس دم بسرعه قبل الولاده، عارفه انت الحاجات دي. فهو ده المفروض ان انا عايزه الحق شهر رمضان بسرعه، والحق العبادات فيه، والحق الثواب اللي فيه، والحق ثمره شهر رمضان، وانا مش لاحقه، قلبي ميت ومش لاحقه اصحيه، وجيت في شهر رجب كان عندي ظروف، في شهر شعبان، المهم الدنيا خدتني. وانا برضو بقولك لسه لغايه دلوقتي عندك فرصه تبدأي في شهر رمضان. يا ام عليا ده قلبي ميت ومش قادره، ابدأي بذكر الله، هو ده أسرع حل وأسرع علاج، هيصحيكي من الغفلة وهيخلي قلبك ده يستيقظ، والنوم والكسل والوخم اللي بيجي بسبب قساوة القلب هتفوقي، هتبدأي كده قلبك يصحصح ويتروي شوية بشوية، عارفة زي الأرض اللي ناشفة وما اتزرعتش من زمان ونشفت وشققت، بترويها بقى بالماء فتبدأ ترعرع والزرع ينبت كده بعد يوم واتنين ويخضر، هو ده ذكر الله. بشبهها لك كده، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. تمام. نيجي بقى دلوقتي حبيبة قلبي اللي طلبت مني في الفيديو اللي فات، قالت لي يا ام علياء المهلبية بتاعتك عملتيها في سنين قبل كده بس انا مش فاكرة الفيديو، ممكن تعملها لنا تاني؟ فالنهاردة انا هعملها، انتي غالية والطلب رخيص قوي، لان انا اسهل حاجة واسهل حلويات بعملها للولاد في رمضان بتنجز معايا المهلبية، والحمد لله بياكلوها، مهلبية او كاستر او قمر الدين، الحاجات السهلة دي. بصوا كيلو اللبن بياخد معايا مج الا ربع سكر وشوية فانيليا، وكيلو اللبن بياخد معاكي 6 معالق نشا. طيب يا ام علاء ده بتبقى خفيفه بعد ال6 معالق، شوفي بقى النتيجه معايا وتابعي، هي بتبقى خفيفه ولكن لما تركنيها وتغرفيها في الاطباق او البلاد بتسمك وتبقى تقيله بعد كده، فما تتغريش وتقعدي تضيفي نشا وتقولي لا لا ده خفيفه احط نشا كمان، هدوب كمان معلقه نشا. الغلط ده كنت بقع فيه بقى لما كنت بتعلم بقى من زمان من سنين يعني، وفي الاخر تطلع بقى يعني مكتله وتبوظ. فانت لما تشوفيها خفيفه هي بعد كده حبيبه قلبي بتجمد تاني، عارفين زي البشاميل بتاع المكرونه كده. حطيت كده السكر وبعدين دوبته بعد ما اللبن غلي، نزلت عليه بالنشا، طبعا لاني عارفه المقدار بتاعي مظبوط حطيت بقلب جامد النشا كلها، لكن لو انت لسه جديده حطي نص نشا ودوبي وبعدين كمان الربع وبعدين في الاخر لغايه ما تظبط معاكي. ولكن عامه خديها مني نصيحه، مج الا ربع سكر، بس لو بتحبها مسكره او يحط مج كامل سكر على كيلو لبن و6 معالق نشا بتظبط معاكي وتبقى زي الفل. وممكن تحطي كمان بقى حاجه حلوه قوي كمان مع الفانيليا، في الاخر لما تختميها بالفانيليا حطي معلقه ميه مورد او ميه ورد، بصراحه بتخليها ريحتها زي الفل، بتبقى حلوه قوي قوي يعني. غرفت كده الصنف الحلو معايا، والغدا النهارده مش محتاج ان انا اصوره، هو سهل قوي. فاكرين الكفته اللي انا كنت مفرزاها معاكم في التفريزات رمضان؟ طبعا طلعت كيس وعملته بقى وقليته، وسهل قوي بصراحه. ما صورتش لان انا عاملاه فوق يعني طلعته من الفريزر اللي فوق وطبختها فوق في السطوح، ونزلت الحلل على نظافه عشان ما اربكش الدنيا قوي يعني. وبرده في ايام هحاول ان انا اصور لكم فوق برده في السطوح لو ايه اتاحت الفرصه ان انا اصور لكم وانا بحضر الفطور فوق، ولكن هي سهله قوي الكفته مش محتاجه يعني. هنا عليه عملت شويه عصير اللي هو الجاهز ده مش تنج على فكره، ده نوع كده تبع شركه ماي اسمه ماي شيف. والعرق سوس بتاعنا جاهز بجيبه برده. عملت هنا سمبوسه بالجبنه، عملتها سهله قوي وطريقتها سهله مش محتاجه حاجه، حشوتها بتبقى عباره عن شرايح زيتون مع جبنه شويه بقدونس، او تحطي الجبنه مع فلفل الوان او الجبنه مع فلفل اخضر بتبقى زي الفل. ستوب ستوب بقى، احنا رايحين فين؟ جايين على الساعه المهمه او هنسميها ربع ساعه. اوعي قبل الفطار تقعدي تشحني في المطبخ بقى وعصبيه وبتجهزي الفطور على اخر لحظه، لا، تبقي مجهزه ومخلصه نفسك بدري خالص، عامله حسابك ربع ساعه متوضيه مستنيه صلاه المغرب
قاعدة أذكار المساء بتقولها في الوقت ده، بتدعي، بتستغفري، على الأقل كده تحسي بروحانيات الصيام في الوقت ده. ما تسحليش نفسك في المطبخ لغاية الأذان يأذن عليكي، أرجوكي. سنين عدت على الواحد وهو كان بينحر في نفسه وكان بيضيع عليه يعني أفضل وقت. يعني احنا لما نبقى زانقين نفسنا في الطبخ طول اليوم مش قادرين كمان نيجي على نفسنا ونفضي نفسنا ربع ساعة قبل الأذان، نقدر احنا ستات شاطرين ونقدر نعمل كده. ده كمان من الأوقات المهمة قوي يا بنات اللي هو وقت التراويح. بصراحة أنا السنة دي موزعة وقتي ما بين المسجد وما بين البيت. ده النهاردة الصلاة في البيت مش في المسجد. يعني أحيانا بحس نفسي مكسلة، فبشد نفسي على المسجد. بحس نفسي طاقتي عالية وقادرة ان انا ابقى مع نفسي كله بقى في المسجد، وبنات بينزلوا المسجد قدامنا، الله البيت فاضي وجميل، بقعد مع نفسي هنا غرفتي، بفتح كده الاضاءة ده جاي في البلكونة بحبها بتدي ضي حلو قوي جوه الغرفة، وبفرش المصلى في المكان ده وبصلي التراويح. طب انا في الوقت ده غسلت المواعين؟ لا، ما غسلتهاش بصراحة، علشان انا ما عنديش طاقة. انا طاقتي دلوقتي يا دوب ان انا اقدر ان انا اصلي التراويح. المواعين هنعملها امتى؟ قبل لما ادخل دلوقتي للسحور. تمام، لغاية كده تمام. هغسل بقى المواعين معاك، وبعد غسل المواعين بقى حبيبة قلبي بيبدأ بقى اليوم بعد كده. آه عارفة اللي هو بقى زي دايرة بقى بتلف. اي نعم بنكون مرهقين، اي نعم بنكون تعبانين. انا عارفة اللي انا بكلمك عليه في الفيديو ده كله مش سهل، بس رمضان يستاهل. في نفس الوقت ما نقصرش في بيتنا قدر الامكان. يعني برضو مش مطلوب ان انا يعني ما يكونش اولوياتي حبيبة قلبي في شهر رمضان اللي هو السحلة بتاعة المطبخ وتبقي مسحولة في كذا وكذا. لا، انا عارفة اللي هو خليكي انانية شوية في الشهر ده. احنا طول السنة ما بنقصرش، ما نجيش في شهر رمضان ويبقى كل العبء واللود علينا ان انا بلبي طلبات افراد الاسرة، ده نفسه في كذا وده عايز كذا. طب ماشي، وانا نفسي اعبد ربنا، وانا نفسي اقرا قران، وانا نفسي اختم، وانا نفسي اعمل حاجه جديده في رمضان، وانا نفسي رمضان ده يكون مختلف مش زي كل رمضان. انا عايزه اكون مختلفه بقى. انا مش عايزه كل رمضان يعدي عليا بنفس المشاعر بتاعه اخر رمضان، ندمانه زعلانه مش قادره، حسيت ان انا لا ما عملتش اللي انا عايزاه. كل مره اطلع من رمضان نفس الوضع. عارفين المقوله اللي بتقولك لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ يعني مش كل مره هيبقى نفس الوضع، كل مره نطلع من رمضان مقصرين. انا عارفه ان احنا مهما هنعمل زي ما بقول لكم دايما اكيد هنكون مقصرين. يعني العبد دايما بيجمع ما بين الخوف والرجاء في قبول العمل، ولكن اكيد حرفيا بنكون مقصرين فعلا. فلازم نتدارك اخطائنا على الاقل رمضان ده، ولازم يبقى فعلا رمضان الانجاز زي ما انا بقول لكم، ونطلع فيه بحاجات جديدة تستمر لبعد رمضان. يعني خلي طموحنا في رمضان ده ان احنا نستمر على الحاجات اللي احنا هنبدأ نعملها ونستمر عليها من العبادات في رمضان ده، ونستمر عليها لما بعد رمضان. يعني خلي طموحك اقوى واقوى كمان. حبايبي لغاية هنا انتهى فيديو النهاردة. انا برضو ما طولتش عليكم علشان مجهود عليا لو عملت مونتاج اكتر من كده، ومجهود عليكم برضو في الوقت. ما تنسيش تدعميني بلايك، جزاكم الله خيرا، وتستمري في متابعة القناة خلال شهر رمضان. ان شاء الله دايما هينزل كل مميز وجديد ومفيد في قناة عيشي حياتك مع ام علياء. ما تنسيش الصلاة على النبي والذكر والدعاء وقراءة القرآن، لو كنت بتعمليهم في غير رمضان خليهم اكتر واكتر. والسلام عليكم ورحمة الله.